أبي كورة شاب نيرد وبائس في الثانوي، كان كل طموحه يعيش حياة هادية ومن غير حوارات. فجأة يلاقي نفسه لابس في أستاذة هيوامورا، المدرسة الجديدة اللي من أول يوم دراسة طلع عليها إشاعة مرعبة إنها ساحرة وبتعمل أعمال، ومسمينها كوكو يعني المرعبة، وإن اللي بيزعلها في أول يوم بتدعي عليه باللعنة. صاحبنا البطل أبي كورة كان مرعوب زي بقية الطلاب لحد ما الصدفة قررت تلعب لعبتها، وبعد المدرسة بيلمح الأستاذة قاعدة لوحدها في الفصل. دخل يتسحب عشان يشوف الرعب، لقاها حاطة دباديب وعرايس فانيليا على الدكك وبتشرح لهم: يلا يا سمكة المستردة قوليلي معنى كلمة أوبينيون يعني إيه؟ الست طلعت بتمرن نفسها على الشرح عشان خجولة لدرجة الهبل، وصوتها مسرشع وواطي ومش طالع أصلا. أبي كورة واقف متنح ومستغرب، وفجأة لقاها بتقول: أنا صوتي واطي؟ طب لازم أتنفس من بطني عشان الصوت يطلع. قلعت الجاكيت عشان تبين حركة بطنها. طبعا البنت مش واكله كويس والياقه ضيقه وفي قمه الارهاق، جت تقعد على الكرسي اللي هي لسه محركاه بنفسها من دقيقتين، كانت هتروح في داهيه وتقع على جدور رقبتها لولا ان ابي كوره طار وجابها في ثانيه. هنا بقى انفجرت في العياط وبدات الفضفضه: انا ضعيفه جدا وما عنديش لياقه، ومن اول يوم عكيت الدنيا وخوفت الناس والكل اترعب مني. ابي كوره جمع الاحداث وفهم الليله. الدم اللي شافوه الصبح ده كان تعويره من كعبله، والتمائم اللي على كشكولها دي كانت تيكت فستق مش حجاب وسحر. يعني المدرسة طلعت فيستكة ومفيش أي رعب، دي غلبانة ومحتاجة اللي يتبناها. وطبعا بنظرة واحدة من عيونها الضعيفة البريئة صاحبنا قلبه دق وسحب سنبنا على الآخر وقال: أنا رسمي شكلي حبيت. تاني يوم البطل ماشي في الملعب، لقاها لابسة ترنج ضيق ومحزق من أيام إعدادي وبتنهج وهي بتعمل تسخين. بدأت تتنطط بالحبل ومفيش خطوتين الحبل شبك في رجليها وهوب كانت هتلبس في الأرض تاني. أبي كورة دخل ينصحها: يا سيادة المدرسة، طالما اللياقة في ذمة الله جربي تمارين ضغط وبطن في البيت أحسن. الأستاذة وشها أحمر وقالت له بصوت واطي: جربت والله، بس لما بضغط على نفسي وبشغل عضلاتي بيطلع مني صوت غريب جدا بيفضحني مع الجيران. طبعا هي تقصد صوت نهجان وشد عضلي، بس بدماغ أبي كورة الروشة الموضوع دخل في حتة تانية خالص، والواد بدأ يفصل شحن ويفقد السيطرة على مشاعره. عشان يهرب من الأفكار دي سألها: طب وإيه مواصفات فتى أحلامك يا فندم؟ لقاها بتقول: يكون منضبط ورع بيعود الطلاب وصاحب هيبة. الواد قصف جابها نفسه في سر وقال: ده عكس حالتي بالملي. نروح للمشهد اللي بعده. أبي كورة ماشي في الممر، لقاها قاعدة في الأرض بتعيط وبتندب وهي ماسكة كتاب. افتكر في كارثة طلع كتاب قصة درامية حزينة جدا وهي بتعيط تأثرا بالرواية. الست دموعها قريبة وبتبكي من أقل حاجة. نزلت تشتري كتب تانية من المكتبة وجات تدفع الحساب. فضلت تلم في الفكة من محفظتها وقامت مكملة تمن الكتاب ب5 ين بالعافية، لدرجة لما الكاشير سألها: تاخدي كيس ب5 ين؟ قالت له: لا شكرا مش معايا. والقدر حب يكمل الحفلة عليها والسما مطرت فجأة. ماشي وراها أبي كورة، لقاها شايلة 3 كتب وشمسية ومتبهدلة ولبسها هيلزق من المية. جم مطلع كيس بلاستيك من جيبه واداهولها تحمي بيه الكتب. هي من الفرحة والشكر قربت منه جدا وقالت له: شكرا يا أبي كورة، كيسك أنقذ كنز حياتي. والقميص الأبيض بتاعها كان شرب 100 وبقى شفاف تماما وكشف عن كنوزها. والواد جاله هبوط حادف الدورة الدموية وقالها: البسي الجاكيت أرجوكي قبل ما يغمى عليا. يوم جديد الصبح بدري، الأستاذة نايمة في العسل وصحيت متأخرة ونازلة تجري في الشارع زي الفرخة الدايخة عشان تلحق أول حصة مع الطلاب. قابلت أبي كورة في السكة وهي بتنهج ووشها جايب ألوان. قالت له: لازم ألحقهم، مش عايزة أبوظ أول انطباع. أبي كورة لمحها إن زراير القميص من فوق مفكوكة ومقطوعة من الجري، بس ملحقش يتكلم. الست طارت على المدرسة، دخلت الفصل والطلاب كلهم متقوقعين في مكانهم ومرعوبين من هيبتها المزعومة. الست من كتر التوتر مسكت الطباشير وكتبت خطوط معوجة ووشها أحمر وعرقانة من جري الصبح. الطلاب افتكروها تستجمع قواها الخارقة عشان تلعنهم. فجأة لفت وطلعت مشرط من جيبها ومسكته بإيد بتترعش. الفصل كله أعلن حالة الطوارئ وافتكروها هتعمل مجزرة، لكن الحقيقة إنها كانت متبنجة ومش قادرة تتحرك ولا تنطق كلمة من الرعب. أبي كورة لقى الليلة هتخرب، فقام واقف فجأة وقال: يا جماعة، بمناسبة أول حصة إحنا محتاجين نختار رائد للفصل وأنا برشح نفسي. طالع يجري على السبورة عشان ينقذ الموقف ويشيل الليلة مكانها. ورا السبورة الأستاذة شاورتله وقالت له بنبرة بتعيط: أبي كورة، الكتر شبك في شراب الفايبر بتاعي ومش عارفة أتحرك، والأدهى إن من كتر الاستعجال الصبح نسيت ألبس الملابس الداخلية بالكامل. أبو كورة صدم. الكاتبة قررت تعمل لقطة نيكست ليفل من الإحراج. الأستاذة قالت له: بليز فك الشغلة دي، مش عايزة الحصة تبوظ.
الواد غمض عينيه وماسك الجويستيك بتاعه عشان يسيطر على أعصابه، وبدأ يسلك الكتر من الشراب وسط الفصل اللي مش فاهم حاجة وافتكره بيعمل حركات مشبوهة. المهم سلكها والموقف عدى، والواد رسميا بقى رائد الفصل بفضل تضحياته الجبارة. بعد المدرسة لقى ورقة على مكتبه مكتوب عليها تعالالي ورا مصنع الكراسي، قصدي تعالالي المكتبة لمناقشة أمور الفصل. الواد دخل وقلبه بيلعب تانجو، لقى الأستاذة قاعدة ومجهزة مكبر صوت بتاع بياعين الروبابيكية. سألها إيه ده؟ قالت له المدير قال في اجتماع المدرسين إن صوتي مش مسموع والطلاب مش بيفهموني، فقلت ده هيخلي صوتي يوصل لآخر الفصل. أبيكورا قالها يا فندم المشكلة مش في حجم الصوت، المشكلة إنهم فاكرينك مرعبة وسفاحة عشان الحركات الغريبة. الأستاذة اتصدمت وقالت أنا بيخافوا مني عشان كده محدش بيبص في عيني؟ طب أنت ليه مش بتخاف مني وتساعدني دايما؟ أنا بجد بحترمك جدا يا بيكورا. الواد سحب سنبانة للمرة المليون وقالها طب جربي تتكلمي في الميكروفون ده بس ببطء حرف حرف. بدأت تقرأ جملة تمرين أنا بحبك، قصدي أنا بحب الجميع. الصوت طلع واضح ومسموع، فرحت جدا وقالت أبيكورا تفتكر مشاعري هتوصلهم؟ قالها طبعا هتوصل، دي وصلتني أنا شخصيا. وفجأة من الفرحة ضغط وتكعبلت للمرة الألف وقامت نايمة فوقيه على الكنبة، والميكروفون طار واتكسر حتت. الواد حس إن روحه بتطلع وهو شايف وشها قريب منه جدا، وقامت اعتذرت وجريت وهي محمرة. أبيكورا روح بيته وهو حسس إن حياته الهادية اللي كان بيخطط لها باظت تماما، وبقى رسمي رائد فصل لمعلمة ضعيفة فقرية ومنحوسة بس مفيش مفر. الواد وقع في الفخ وحبها خلاص. اليوم بدأت حصة الرياضة، والمدرب فاجأ الكل وقال معانا ضيفة شرف مميزة الأستاذة هيوامورا. الفصل كله ركبه خبطت في بعضها، الساحرة المرعبة كوكو جاية تحضر حصة ألعاب، دي أكيد نية على نية سودة وهتعمل لنا عمل باللعنة في الملعب. طبعا الطلاب مش فاهمين ان الست غلبانه ويو درجه الهبل، وكل الحكايه انها عايزه تندمج مع العيال وتحسين لياقتها اللي في ذمه الله. المدرب نادي على بطلنا السم أبيكورا انت رائد الفصل، خد الاستاذه وقيسوا قوه قبضتكم مع بعض. الواد طبعا طار من الفرحه وقال في سره تحيه الرياضه. بدأت الست تقيس وأبيكورا يوجهها مفرودة ومش ملوية أرجوكي عشان تطلع صح. النتيجة طلعت كام؟ 10 كيلو جرام بالتمام والكمال، يعني قبضتها أضعف من طفل في KG 2. دخلوا على اختبار الجري الارتدادي، عملت 4 مرات ونهجت. رمي كرة اليد، الكرة أصلا أسأل من عزمها، رميتها لورا وجابت سالب متر. جاء الدور على الوثب الطويل، والقدر قرر يجمعها في منافسة ضد موكوباياشي، البنت الكول الكازانوفا توب كاست المدرسة اللي بتجري 50 متر في 4 ثواني وبتنط الآخر الملعب. البنت نزلت بكل ثقة وقالت يلا يا أستاذة هوب سي، ونطت 5 متر رقم قياسي يدخلها موسوعة جينيس. الأستاذة نزلت وراها وبدل ما تنط لقدام كعبلت في الهواء ونزلت على بوزها. في نفس الوقت صاحبة موكوباياشي كانت واقفة بعيد ومرعوبة وقالت لها الحقي. كوا كانت بتدعي وبتقول كلام غريب زي ميجو. موكوباياشي قفشت وقالت لها لو حصل لي حاجة احميني، أنا دراعي جامد وهحمي الفصل كله. فجأة البنتين لمحوا الأستاذة قاعدة في الفصل وحدها وحاطة دباديب وبتغرس فيهم إبر وتدعي. البنت صرخت دي بتعمل تعويذة استدعاء الأرواح الشرير وكاتبة أسامينا على العرايس. الست لفت ووشها غرقان دم وعينيها مرعبة وقالت رقم 30 موكوباياشي نسيتي حاجة؟ البنت صرخت وأبيكورا دخل يجري عشان يلم الليلة. الحكاية وما فيها إن الست كانت بتخيط دبدوب مقطوع والإبرة شكت صباعها فنزف دم، والاسم ده عشان تحفظ أسامي الطلاب. بس موكوباياشي مقتنعتش وصوتت انت عايزة تسيطري على المدرسة، وأبيكورا ده أول ضحاياكي. الواد النرد ده عمره ما كان بتاع مناصب، ده بقى التابع بتاعك والمسحور الأول. الأستاذة انهار عياطا من الصدمة والرفض، وأبيكورا حب يعمل فيها جيمس بوند ووقف قدام موكوباياشي وقال لها أنا اللي هقف في وشك، أهربي يا أستاذة. الأستاذة شافت المنظر وقالت يا الله موكوباياشي قوية وشجاعة وبتدافع عن أصحابها، أنا دايما كان نفسي أكون زيك. فجأة ومن كتر التأثر والنزيف الأستاذة داخ وفقدت الوعي. موكوباياشي تنحت وقالت إيه ده؟ دي طلعت فستكة خالص والدم ده من تعويرة تافهة، أنا ظلمتها. تاني يوم في الفصل موكوباياشي دخلت تعتذر للأستاذة ودموعها في عينيها أنا آسفة يا هيوامورا، أنا فهمتك غلط. الست من الفرحة إن في حد فهمها بكت وحضنتها. البنت لقت الأستاذة كيوت وقطة صغننة فبدأت تسيطر على الأجواء وتدلعها، والواد أبيكورا واقف يتفرج ومتغاظ إن البنت سحبت السجادة منه وبقت هي القريبة. موكوباياشي قالت بقولك إيه يا إيولين، أنا هبقى رايدة الفصل مكان الواد النرد ده تلاقيه مقرب منك عشان نيتا مش تمام وإنت صموطة وقمورة. أبيكورا دافع عن نفسه والأستاذة وقفت في صفه وقالت لا أبيكورا ولد شجاع وعايز يغير من نفسه.
البنت مكوبايشي عشان تثبت جدارتها قالت طب أنا هعلمك إزاي تطلعي صوت قوي عشان الطلاب يحترموا هيبتك. بص الشهيق والزفير بيجي من هنا، وقال بكل قوتها أبيكورا. الأستاذة حمست وقالت طب هجرب أنا كمان. الصوت طلع مسرشع وضاع في الهوا. ماكوباياشي قالت لها البدلة دي مضايقاكي، لازم نضغط على منطقة البطن. وقامت ضاغطة بغشومية وبقوتها الجبارة. بوم! من كتر الضغطة سوسته جيب الأستاذة والشراب اتقطعوا وبقت في وضع مأساوي. وماكوباياشي من الصدمة عملت حركة درامية وقامت مقطعة بقية جيبها وقالت كده بقينا خالص. أبيكورا لقى المنظر قلب سينما وكله بقى مكشوف، فقام قايل بسس انتي البسي بنطلوني، وانتي يا ماكوباياشي خدي جاكيت الترنج بتاعي استري بيه نفسك. وأبيكورا ضحى بنطلونه والجامعة قلبت وشا ومسخرة لآخر الحصة. الواد رجع البيت محبط وقرر يذاكر إنجليزي عشان يبهرها. دخلت عليه أخته الكبيرة أكيتو وبدأت تدلعه زيادة عن اللزوم وتعمله أكل وتنظف الأوضة. هو رفض وقالها أنا بقيت أعتمد على نفسي وبطلت السنبين الدلع دي. الأخت قفشت وزعلت وقالت أنا عندي طاقة أمومة ودلع مش عارفة أوديها فين. نفسي ألاقي أي كائن ضعيف مش مسؤول عشان أغرقه دلع. تاني يوم الباب خبط. الأخت فتحت لقت واحدة قمر وكيوت واقفة وبتقول أنا جارتكم الجديدة لسه منقولة هنا عشان قريبة من المدرسة. الأخت عيونها لمعت وقالت يا خلاص يا ناس أمورة وضعيفة، تعالي ادخلي أشربك شوربة دافية وأعملك مساج. أبيكورا خرج من الأوضة يشوف في إيه، وبم الصدمة الجارة طلعت الأستاذة هيوامورا بنفسها. الست لقت أبيكورا وشها جاب ألوان وافتكرت إنها كده هتقيد حريته، وقالت بدموع أنا آسفة جدا هحوش فلوس وأنقل فورا عشان متضايقش. الأخت قطعتها بقوة تنقلي فين يا بيبي، ممنوع انت هتقعدي هنا وهدلعك. الأخت شمت ريحة صيد ثمين وبدأت تسألها انت بتاكلي كويس، أكيد بتاعكي في الأكل. وعرفت إنها فاشلة في الطبيخ فقررت تخليها تاكل معاهم دايما. وقالت لأبيكورا ادخل داكر جوه وسيبني مع البيبي الجديد. أبيكورا قعد في الأوضة وقال كده أختي هتفسد أخلاق الأستاذة وتخليها تدلع على الآخر. فجأة الباب اتفتح وأخته دخلت تضحك. الحقي يا أبيكورا إيولين دلقت العصير على لبسها وأنا مجهزة لها الحمام، إيه رأيك تدخل تستحمى معاها بالمرة عشان نعيش أجواء عائلية؟ الأستاذة واقفة وراها ومحمرة وبتقول هو ده عادي بين الطالب والمدرس؟ أبيكورا صرخ مش عادي طبعا. أكيتو لقت جارتهم الأستاذة هيامورا تايهة ومتبهدلة في نقل العزل فقالت لها يا عيني يا بنتي، ده انت ضيعتي ورق مهم من ورق المدرسة في الزيطة دي. طب انا جالي استدعاء طوارئ في المستشفى وهسيب لك الواد النرد أبيكورا يدور معاكي. الست خجلت وقالت لا معلش هدور لوحدي. بس اخت البطل قفشت وقفلت الجدار الرابع وقالت لها عادي احنا جيران لبعض يا بيبي. وطبعا قفلت الباب وسابتهم لوحدهم في الشقة. أبيكورا هنا دخل في مرحلة شحن فول تشارج وقال في سره اهدى يا وحش وركز في تدوير الورق. سألها هو انت بتدوري على ايه بالظبط؟ لقاها بتقول دي مذكرات مراجعة كنت عاملاها لكل طالب لوحده على حسب نقط ضعفه، وفضلت سهرانة طول الليل أكتبها لحد ما نمت على نفسي من التعب. الواد قلبه داب للمرة المليون وسحب سنبانة على الآخر لما عرف إنها بتعافر وبتطحن نفسها عشانهم. وهم بيدوروا وسط الكراتين البطل لقى علبة غريبة. الأستاذة صرخت وقالت لا دي مش ملابس داخلية مثيرة بستخدمها دايما خالص والله. ده البياع أصر عليا اشتريها وما قدرتش أقول له لأ وبستخسر أرميها فبلبسها في الإجازات بس عشان مريحة. البطل جاله هبوط حاد وقصف جابها نفسه وقال أنا مالي يا ست أنت بتبرري لي ليه، أنا هروح أدور في كرتونة تانية أحسن. فتح كرتونة تانية لقاها مليانة عرايس بحر وأسماك زينة. لقاها بتقول ببهجة أنا بعشق كائنات البحر، شكلها تحفة وتصرفاتها غريبة وكمان طعمها زي العسل في الأكل. الواد تنح وقال يعني رقيقة وكيوت بس مفترسة وبتنزل تاكل عادي. وفي الآخر ملقوش الورق. والأستاذة قالت بحزن شكلها ضاعت في بيت أهلي، هسهر الليلة دي كمان وأكتبها من الأول. أبيكورا قفش وقال سهر إيه يا فندم، أنا قاعد معاك الصبح ليل مش هسيبك غير لما نخلصها. تاني يوم في المدرسة المدير نادى على أبيكورا وقال له بما إنك واد منظبط وابن ناس خد الأستاذة هيوامورا وروحوا البيت الواد يوكيشيتا ده طالب ممسوح من السجلات ومقضيها غياب من أول السنة ومش عايز يعتبر المدرسة. الأستاذة قالت إنها بتروح له كل يوم تديله ملخصات الحصص. وصلوا البيت والباب اتفتح وطلع منه عيل صغير ملامحه طفولية بس لسانه أطول منه. أبيكورا قال هو ده الغايب ده مكملش طول دكة. العيل برطم وقال انت مين يا عم النرد ومين قالك تجيب معاك البتاع ده؟ الأستاذة دخلت في النص وقالت يا يوكيشيتا ده زميلك ورائد الفصل أبيكورا.
الواد يوكيشيتا لقى الأستاذة طيبة وهبلة، قام ناطط فجأة وعمل حركة نيكست ليفل، مد إيده وماسك منطقة مصنع اللبن عندها وبدأ يعمل حركات مومي مومي. الأستاذة من كتر السذاجة وشها أحمر وقالت يا خلاصي أكيد الواد محروم من الحنان ودي طريقته الخاصة في التواصل مع البشر. أبي كورة عيونه طلعت لبره وقال تواصل إيه يا فندم، ده بيتحرش بيكي رسمي. وقام جابه من قفاه زي القطة وشد على بره وقال له تعالي هنا يا كبش هموم. أبي كورة خد العيل في حوش البيت على انفراد وقال له انت مجنون ياض، دي مدرسة ومحترمة وانت كده بتعمل جناية. الواد يوكيشيتا طلع صايع تيك توك وقلب برود، جناية ايه يا عم، انا واد حساس وبمر بظروف نفسية ولو اتعقدت مش هاجي المدرسة خالص. وبعدين أنا أول ما شفت هيوامورا افتكرتها أشباح ومرعبة، بس لما اتكلمت معاها لقيتها كائن ضعيف وفستكة خالص، والأهم من ده إن صدرها كبير جدا وإنت أصلا أكيد جاي وراها عشان نفس المصلحة. كورة صرخ ما تجمعنيش معاك في جملة مفيدة يا زبالة، انت يرضيك حد يعمل معاك كده؟ الواد قاله محدش عبرني قبل كده فمعرفش. في اللحظة دي الأستاذة فتحت الباب وشافت المنظر فصرخت بفرحة يا الله، أبي كورة ويوكيشيتا عملوا مع بعض تواصل مومي مومي وبقوا أصحاب. أبي كورة قال فهمت الحبكة غلط تماما يا أستاذة. أبي كورة لقى العيل مش جاي بالذوق فقرر يقصف جبهته بالذكاء. بقولك ايه يا يوكيشيتا، انت مقضيها فرجة من بعيد وبتشوف الأستاذة في الإجازة بس وبتقول انك صايع، لكن لو جيت المدرسة هتشوف العجب. المدرسة دي فيها حبشتكنات وحركات وهتشوف لقطات وإثارة للأستاذة عمرك ما تخيلتها. الواد رئة جري وعيونه لمعت وقال بجد يعني في حاجات بتحصل في المدرسة؟ أبي كورة غمزلة وقال أمال إيه، بس دي سرية جدا وما بيشوفهاش غير اللي بيحضروا الحصص. الواد صرخ خلاص أنا جاي المدرسة من بكرة عشان أشوف العرض. الأستاذة دمعت من الفرحة وبصت لأبي كورة وقالت أنا مش مصدقة، أنت أقنعته في ثانية، أنت بجد ساحر يا أبي كورة. الواد قال في سرة أنا آسف يا رب على الكدبة دي بس الغاية تبرر الوسيلة. الواد يوكيشيتا قاله بس عندي شرط عشان أحضر، تخليني في آخر اليوم أعمل مساج لمصنع اللبن بتاع الأستاذة. تاني يوم في المدرسة شهر 6 بدأ والكل لبس اللبس الصيفي الخفيف. يوكيشيتا حضر وبص للأستاذة وقال أوف خطير، أنا كده كسبان رسمي. الأستاذة جريت عليه وبدأت تدلعه نورت الفصل يا حبيبي. الواد يوكيشيتا قرر ينفذ خطته الصايعة عشان يعمل لقطة أكوام سفلية كليكي سوكيب. قام جاري في الممر وعمل نفسه اتكعبل وبوم اللبس في الأستاذة وقعوا فوق بعض في لقطة سينمائية. الواد طلع برنس وقال الواقعة دي أحسن من الميكس كله. بعدين دخل غرفة تبديل الملابس وعمل نفسه غلط وقام دالق عصير على قميص الأستاذة وقام مطلع لها بدلة باني جيرل الأرنب المثير وقالها البسي دي عقبال ما لبسك ينشف. وطلع جرى بره المدرسة وقال بلا مدرسة بلا قرف. الأستاذة طلعت تجري وراه ولحقته على البوابة وقالت له دموعها في عينيها أنا آسفة جدا يا يوكيشيتا، أنا عارفة إن أول يوم مدرسة بيبقى تقيل وصعب وأنا قصرت معاك وما خدتش بالي منك. الواد بص لها ولقي طيبتها حقيقية ومش تمثيل ونزل من على برج التكبر بتاعه وقال خلاص يا هيوامورا أنا اللي غبي وبوظت لبسك وعملت حوارات. الأستاذة ابتسمت وقالت له ولا يهمك، أنا مستعدة ألبس أي حاجة عشان تفضل مبسوط. الواد استغل الفرصة وقال طب أنا معايا بدلة تانية في الشنطة ممكن تلبسيها. رجعوا الفصل. موكب أياشي قالت بما إن الفصل كله فاكر الأستاذة كوكب الساحرة الشرير احنا لازم نعمل جمعية سرية اسمها فك سحر الضعيفة عشان نثبت للكل إنها غلبانة. الواد يوكيشيتا بص لأبي كورة وقال بنبرة واطية وصفية شكرا يا أبي كورة إنك بعت الأستاذة ورايا، أنت طلعت زميل جدع. موكوبياشي نطت في النص وقالت يوك الغالي بقى صاحبنا تعالى في حضن الحوت، وقامت فرتكة هو كمان. موكوبياشي لفت لأبي كورة وقالت له بقفشة بس قولي يا واد يا نرد انت دايما بتعمل علاقات من ورايا ومبتصرحنيش ليه، واحنا المفروض اصحاب طفولة، انت بتلعب بديلك يا أبي كورة. وفجأة الأستاذة دخلت عليهم وهي لابسة لبس شبح أبيض مبهدل وحاطة دم مزيف على وشها. الكل صرخ ايه ده يا فندم؟ قالت لهم بخوف المدير طلب مني اعمل دور الشبح اللي بيخوف الطلاب في لعبة اختبار الشجاعة بالليل. الكل خبط كف على كف. الكاتب قرر يعمل كاستنج مثالي في المكان الغلط. الست لو طلعت للطلاب بالمنظر ده وهي أصلا مسمينها الساحرة المرعبة الفصل كله هيجيله سكتة قلبية. الأستاذة لقيتهم متنحين فقالت بدموع أنا دايما بجيب العيد وببوظ كل حاجة، معلش فكم مني وانبسطوا بالرحلة وأنا هحل مشاكلي بنفسي. يوكيشيتا وموكوباياشي صرخوا لا طبعا ده احنا هنخليكي أحلى شبح كيوت في العالم. وقاموا مطلعين شاش وقطن وبدأوا يلفوها زي المومية ويلبسوا أزياء تنكرية غريبة ويجربوا عليها. وقلبت وشوشة وسط الفصل وأبي كورة واقف يتفرج على كمية العبث وصداع الرحلة الجاية.
بدأ يشتغل في دماغه. رحلة معسكر الغابة بدأت، وبطلنا السمب أبيكورا واخد على عتقة مهمة قومية، إزاي يخلي الدفعة كلها تعرف إن الأستاذة هيوامورا مش ساحرة شريرة ولا كوكو، دي أضعف كائن على الكوكب. الخطة الأولى كانت قعدتها في أتوبيس الرحلة. أبيكورا قال أما أروح أقعد وسط العيال وألطف الجو. فجأة لقى الأستاذة وشها جاب ألوان وقلبت حنطور وبتقول الحجوني أنا بيغمى عليا من دوار المواصلات. العيال اتخضوا وافتكروها بتبدأ طقوس اللعنة. فجأة الكاتب قرر ينقلنا لحدث الجبل. وصلنا بالسلامة وبدأت رحلة التسلق، والأستاذة عشان حاسة بالمسؤولية واقفة بنظرات حادة وبتقول للطلاب الجبل خطر جدا، اللي يحس بأي حاجة يقول لي وامشوا في نطاق صوتي. طبعا من كتر ما صوتها واطي ونظرتها مرعبة من التعب، العيال افتكروها بتهدد أمنهم القومي وكلهم جريوا وسابوها. دقيقتين بالظبط والست كانت بتودع، قاعدة على صخرة وبتنهج وبتموت. خطة التسلق بيزد قبل ما تبدأ، لولا إن مدرس زميلها لحقها وقال يا هيوامورا انت ما عندكيش لياقة بربع جنيه، اقعدي هنا استريحي وانا هقود الطابور. أبيكورا قعد جنبها وقال لها الجو حر، البسي حاجة خفيفة. لقاها بتقول وهي محمرة أنا فعلا لابسة سبورت صدرية مريحة، بس مش دي المشكلة، أنا عايزة أروح التوالت. أبيكورا تنح لأن مفيش حمامات في الجبل، فالست طلعت كيس التوالت الطارئ وقالت له بكسوف ممكن تقف ورا الشجرة دي وتحميني عشان محدش يلمحني. الواد شحن فول شارج وجاله هبوط حاد وهو سامع صوت عصافير المية وواقف حارس على منطقة المخلل بكل أمانة. انتقلنا لليل وأبيكورا غرقان في شغل ريادة الفصل لغاية ما وقت حمامات الملجأ خلص. دخل يفك عن نفسه لقى الغالية موكوباياشي وشلتها الجدعان مأجرين الحمام لحسابهم وداخلين يهيصوا. البنت موكوباياشي قالت يا جماعة الجو خالي والعيال ناموا، تعالوا نتبل بطة في المية السخنة. فجأة الأستاذة هيوامورا طلعت لهم من تحت المية وقالت أنا آسفة دخلت متأخر وافتكرت المكان فاضي. الليلة صدمة وأبيكورا واقف ورا الستارة مش عارف يهرب فين. الشلة قعدوا يتكلموا عن إشاعة رومانسية في المعسكر، بيقولوا اللي يعترف لحبيبته تحت النجوم دي هيفضلوا مع بعض طول العمر. وبدأوا يسألوا الأستاذة عن الحب كنوع من الصداقة. الست اعتطرت وجالها تشنج، وبدل ما تلطف الجو وقفت بنظرة مرعبة خلت البنات يصرخوا يا مامي الساحرة هتحولنا لضفادع. أبيكورا طلع يجري من ورا الستارة عشان يحميها وبوم اتكعبل ولبس فيهم والكل صرخ أبيكورا انت بتعمل ايه في حمام البنات يا منحرف. الليلة كلت منه حتة والواد سقطت هيبته في دقيقة. تاني يوم الصبح أبيكورا لقى الأستاذة قاعدة في أوضتها وسط جبل من الكراتين والألعاب المرعبة اللي صنعها بإيدها وبتقول بخيبة أمل أنا كنت مجهزة كل العفاريت دي عشان لعبة اختبار الشجاعة بالليل، وكنت فاكرة إن دي الطريقة الوحيدة اللي هساعدكم بيها وأكون مدرسة مفيدة. أبيكورا دمع وقالها يا فندم دي ألعاب نكست ليفل من الرعب، العيال هتموت. فجأة المطر نزل والمدير أعلن إلغاء اللعبة. الست انهار عياطا وقالت أنا دايما نحس ونزول المطر بيبوظ كل أحلامي. أبيكورا مقدرش يشوف دموعها فعمل حركة صايعة، جرى على موكوباياشي ويوكيشيتا وجمع الدفعة وأقنع إدارة المبنى يقلبوا الدور التاني كله مغارة رعب داخلية. الأستاذة كانت قاعدة حزينة لقت موكوباياشي داخلة بتضحك وبتقول أيولين تعالي شوفي العظمة، قلبنا المكان ملاهي رعب. الست دخلت لقيت طلاب 200 من الضحك ويوكيشيتا بيقول الموضوع مش بطال. الست بكت من الفرحة إن تعبها ما راحش على الأرض ودخلت وسطهم وعاشت دور الشبح، والكل عرف إن الكائنات المرعبة دي هي اللي عاملها بحب، والسمعة بدأت تتصلح. بعد الحفلة الأستاذة نادت على أبيكورا في الممر بره وبصت له بعيون بتلمع وقالت له أبيكورا أنا عرفت إنك أنت اللي خططت لليلة دي كلها عشان تفرحني. أنت ما كانش بتاع مناصب ولا حوارات، ليه بتعمل كل ده عشان مدرسة فاشلة زيي؟ أبيكورا قال عادي يعني، أصل أنا بحبك، قصدي بحترمك كمدرسة وكنت عايزك تندمجي. الأستاذة طارت من الفرحة وبصت له ببراءة كاتلة وقالت بجد وأنا كمان بحبك جدا، إحنا كده صف استواء سمنة على عسل كمدرس وطالب. الواد تاه في ملكوت ربنا وقال في سره الحمد لله عقلها نرد ومش فاهمة الأبعاد العاطفية للكلمة وهي بتتكلم من الفرحة. الأرض كانت مبلولة مطر فهوب اتكعبلت للمرة المليون. رحلة معسكر الغابة خلصت ورجعنا للمدرسة وبطلنا السيمب أبيكورا لقى الأستاذة هيوامورا لسه عايشة في دور التناحة والكسوف ووشها بيجيب ألوان كل ما تشوفه. الواد قاعد يضرب أخماس في أسداس. هو أنا الليلة اللي عملتها في المعسكر دي طلعت في استكة والمسافات بعد التاني ولا إيه؟ فجأة ومن حيث لا تدري طلعت أخت البطل الكبيرة أكيمي من ورا الظهر وقالت يلا يا هيوتشان إحنا اتأخرنا على مشوارنا.
وانت كمان يا واد يا اكي، خد الجاكيت في ايدك وتعال معانا. الواد اتصدم وقال نعم يا اختي، مشوار ايه وانا مالي؟ بس طبعا قفلت الجدار الرابع وقالت له هو انت تطول تخرج مع صواريخ؟ اخلص. اتاري المشوار طلع في منطقة تانية خالص عشان مفيش حد من الدفعة يلمحهم، والهدف شراء مايوهات صيفية. أخت البطل سحلت الأستاذة جوه المحل وبدأت تقيس لها أشكال وألوان، وفجأة الكاتب قرر يعمل لقطة نيكست ليفل من الصدمة. الأستاذة خرجت تقيس مايو قطعتين غريب جدا مليان فتحات وحركات مش مفهومة، وقالت ببراءة أنا بلبس ده في الإجازات عشان مريح. أبيكورا جاله هبوط حاد في الدورة الدموية وعيونه طلعت لبره وقص في جبهة نفسه وقال يا فندم أنت بتوريني أنا ليه؟ والفتحات دي لازمتها إيه في تشريح المايو أصلا؟ أختي دي غسلت مخك رسمي. الأخت نطت وقالت شفتي يا واد يا أكي، الكيوت دي لازم تدلع، خدي بقى جربي البدلة دي كمان. وطلعت لها لبس بيبيهات كامل. الأستاذة صرخت أنا مش بيبي يا جماعة. وفي وسط الزيطة دي الباب اتفتح فجأة وطلعت منه موكوباياشي وشلتها. أبيكورا مسك الجويستيك بتاعه من الرعب وقام زعق الأستاذة جوه البروفا عشان خوارزميات الفضيحة، وعملوا حوارات لغاية ما هربوا من المحل بالسلامة. الرحلة خلصت، وبدل ما يروحوا أخت البطل كملت سحلتها وعزمت الأستاذة على العشاء في البيت. أبيكورا لقاها فرصة وقال أنا هساعدك في المطبخ يا فندم. بس أخته قفشته وقالت مطبخ إيه يا نرد؟ أنت عندك امتحانات، خلي الأستاذة تديك درس خصوصي أحسن. قعدوا على المكتب والأستاذة وشها أحمر، بس أول ما شافت كتاب الإنجليزي اتحولت لتنين مجنح. بدأت تشرح بعبقرية وتطلع نقط ضعفه في القطعة الطويلة، وكل ما يحل صح تروح مدية له فوليوم تشارج من التشجيع وترسم له فستونات وحركات هانامارو وردة الشطارة. الواد قلبه دابل المرة المليون وقال الست دي لو عقدة الخوف من البشر تفك عنها هتبقى أعظم مدرسة في اليابان. لما خلصوا الأستاذة شالت الكتب وبصت له بنظرة غامضة وقالت بنبرة مرعشة أبيكورا إحنا خلصنا المذاكرة ودلوقتي جه وقت المكافأة. الواد ريقة جري وقال مكافأة إيه؟ لقاها بتقعد على السرير وبتطبطب على رجلها وبتقول تعال أختك قالت لي إنك مبترفش تركز وتنبسط غير لما تعمل وضعية الوسادة الفخذية وتنام على رجلي. الواد صرخ أختي دي خنزيرة ماشية على الأرض متصدقهاش. الأستاذة ابتسمت بكسوف وطلعت من ورا ظهرها علبة قطيفة وقالت طب خد دي، ده قلم سنون غالي ومريح لليد وبيطلع السنون لوحده. أنا كنت مخبية المشوار ده عنك عشان أجيب لك دي هدية، وشكرا على كل حاجة عملتها معايا في المعسكر. الواد داخ من كتر الرقة، وفي اللحظة دي الأخت فتحت الباب وشافت المنظر وقالت بابتسامة صايعة الرجالة بتكبر بسرعة يا هيوتشن، بس مفيش مانع يرجعوا بيبيهات. تاني يوم في المدرسة المعسكر صاب أثره. العيال بدأوا يكتشفوا إن الأستاذة مش ساحرة ولا حاجة، وبدأوا يلقوا عليها السلام في الممر. بس الفرحة متمتش. الأستاذة دخلت الفصل ووشها قالب حزن وبصت لموكوباياشي ويوكيشيتا وقالت أنا سقطكم في امتحان الإنجليزي ومضطر أعملكم ملحق امتحان إعادة. يوكيشيتا برطم وقال أنا كنت فاضي ورسمت على ورقة الإجابة أصلا. موكوباياشي اتعقدت وقالت أنا فاشلة وما قدرتش أعمل حاجة صح. بدأت حصة الملحق والعيال مش عارفين يحفظوا الكلمات. يوكيشيتا الصايع طلع بفكرة فيتش ناكست ليفل وقلب برود بقولك إيه يا أبيكورا، الكلمات دي مش هتدخل دماغي غير لو اتكتبت على جسمي مباشرة، وبما إن الموضوع لازم يكون إيجويتشي ومثير عشان يثبت في الذاكرة أنت اكتبها بإيدك. أبيكورا صرخ وأنا مالي يا زبالة، إشمعنى أنا؟ الواد رد ببرود عشان خطك سافل وبيحرك المشاعر. الأستاذة من سذجتها وافقت وقالت لو الطريقة دي هتخليكم شاطرين أنا مستعدة. موكوباياش عيونها لمعت وقالت وأنا كمان عايزة من ده يا حزام. وقعدوا يتنططوا وأبيكورا شغال كتابة وهم بيموتوا من الضحك والزغزغة. قلبت واشا وعبث رسمي في الفصل. بس المفاجأة إن الخطة الصايعة نجحت والعيال قفلوا درجات الكلمات في الملحق. بعد المدرسة أبيكورا كان مخلص شغل اللجنة ونازل لقى نور حمام السباحة منور. دخل يشوف في ايه، لقى الأستاذة هيامورا واقفة لوحدها ولبسة مايو المدرسة الكلاسيكي بتاع أيام الثانوي. الواد جاله دهول وقال في سره الست دي بتوفر في الميزانية بطريقة مرعبة، بس اللبس ضيق عليها بشكل يخترق درع فليبرز المنيع. لقاها بتتراش وبتقول أنا بحاول أتدرب على العوم عشان لو طالب غرق قدامي مقفش عجزة. الواد قلبه حن وقالها طب أنا كنت بروح جمباز وعوم وأنا صغير، ممكن أتدربك؟ الست فرحت جدا وقالت طب قبل ما ننزل المية في تمرين استطالة وتدليك لازم يتعمل ب4 ايدين، ممكن تقعد وتمسك كتافي وتثبت رجلي؟ الواد لقى نفسه في وضعية دايمنشن تاني خالص وقال يا فندم التكنيك ده خطر على صحتي النفسية والجسدية.
نزلوا المية واتضح إن الست ضعيفة في العوم لدرجة تكسر الصخر، ما بتفهمش في الطفو، وأول ما ترفع رجلها وشها بيغطس فورا وبتشرب مية. أبيكورا قالها سيبك خالص واسترخي وسيب مفاصلك. الست من كتر التعب نامت على المية وفقدت السيطرة، وجسمها طف فجأة فوق المية في لقطة سينمائية رهيبة وكأنها حورية بحر. وفي اللحظة دي الباب اتفتح وطلعت أخت البطل الكبيرة من ورا الكاميرا ومعاها الموبايل، وبصت للقطة وقالت بضحكة صايعة لقطة أسطورية يا جماعة، هتنزل ستوري حالا. الأستاذة هيامورا كانت واقفة في أمان الله، فجأة طلعت لها الطالبة كوجوري من تالتة تالت، ودي مش أي حد، دي مصورة فوتوغرافية مكسرة الانستجرام وبتلقط لقطات إيمونار. كوجوري قفشت الأستاذة وهي بتتمرن في حمام السباحة وصورتها لقطة نيكست ليفل من الإثارة، وقالت لها ببرود لو الصورة دي انتشرت في المدرسة برستيجك هيتفرتك رسمي والكل هيفتكرك بتعملي حركات إيجوتشي من وراهم. الأستاذة جالها هبوط حاد وجهازها العصبي شحن فول شارج من الرعب، بس كوجوري قالت أنا بهزر معاكي يا بيبي، أنا عايزة أعمل نادي تصوير وإنتي هتبقى المشرفة، والواد النرد أبيكورا هيبقى العضو التاني عشان إنتي ما بتبدعيش غير وهو واقف قدامك. الأستاذة وافقت بداعي دعم الفن والابتكار، بس الكارثة بدأت لما الواد الصايع القزم يوكيشيتا عرف بالحوار. الواد قفش وقال تصوير إيه وفن إيه، دي بتصور صور مغرضة وما بتفهمش في تشريح الجمال، أنا اللي هثبت لكم إن الأستاذة لازم تظهر بلقطات تانية خالص. فجأة انقلبت القعدة لتحدي جبار، يوكيشيتا وكوجوري دخلوا في خناقة توجيه فني وقرروا يعملوا مسابقة تصوير على الأستاذة، واللي يخسر هيلبس بدلة أرنب مثيرة ويلف بيها. المدرسة الأستاذة من غبائها وطيبتها قالت أنا مستعدة وألبس أي حاجة عشان أصلح ذات البين وتعملوا نادي جميل. يوكيشيتا سحل الأستاذة في أوضة مهجورة في آخر المدرسة، وجرجر أبيكورا معاه يشيل العاكس البيض الرفليكتور. الواد يوكيشيتا عشان يكسب التحدي جاب آيس كريم من الكانتين وخلي الأستاذة تاكله عشان يصور لقطة سيلو سيمبنا رهيبة. الست جيلها صداع مثلج وصراخ مسرسع، والايس كريم اندلق على لبسها وبقى المنظر مش فرة تماما، وخوارزمية السفالة بتصوت في الخلفية ودرع فليبرز بيحاول يقاوم التحطم. الواد قعد يقولها ارفعي الوسط شوية وافردي دي لغاية ما أبيكورا قفش وقاله بس يا بابا ايه القرف ده. الست هيجيلها جفاف عاطفي. ثاني يوم جه دور كوجوري، ودي بقى نزلت بالثقيل. لبست الأستاذة مايو مدرسي قديم ضيق جدا مخترق لدرع المؤامرة، وقالت لأبيكورا عشان الصورة تطلع حرة وتفك تشنج الأستاذة مد ايدك جوه فتحات المية بتاعة المايو دي وسلكها. أبيكورا عيونه طلعت لبره ورقه جري وقال مد ايدي فين يا فنانة، دي جناية رسمي. بس الأستاذة بصت له بعيون دبلانة وقالت اعمل كده يا أبيكورا، كله فده الفن. الواد مد ايده وشحن طاقة إيجابية مبالغ فيها، والست وشها جاب ألوان واللقطة طلعت نار. يوم النتيجة الاتنين عرضوا الصور، والصدمة إن أبيكورا طلع موبايله وراهم صورة عادية جدا، صورها للأستاذة وهي باللبس الرسمي وبتشتغل على المكتب، صورة بريئة بس لو ركزت فيها هتلاقي الإضاءة المعاكسة مبينة خطوط مصنع اللبن بترشيح خفيف صايع. كوجوري ويوكيشيتا انحنوا له وقروا بالهزيمة وقالوا انت صايع كتموتوا يا أبيكورا، لقطة التلميح دي تودي في داهية. النادي أسس والكل انضم، حتى الغالية موكوباياشي دخلت في الزيطة. في آخر يوم في الترم الأستاذة كانت واقفة فوق الشجرة بتصور أشرة صرصار الليل عشان تتعلم تصوير، فهوب توازنها باظ ووقعت من فوق الشجرة ولبست فوق أبيكورا في لقطة سينمائية مكررة، وقالت له وهي دمعتها في عينيها مبروك يا أبيكورا، انت أخدت جائزة الامتياز في الحضور ومغبتش ولا يوم. أنا فرحانة بيك. وهي بتتكلم لمحوى عيل من الدفعة ورا المدرسة بياخد الإكس بتاعته ورا مصنع اللبن وبيعملوا لقطة بوسة قبل الإجازة. الأستاذة من كتر السذاجة والضعف العاطفي وشها انفجر وركبها ثابت وما قدرتش تقف، وقالت لأبيكورا الحقني أنا مش قادرة أتحمل المشهد الرومانسي ده. الوقت ده بالظبط كوجوري نطت من ورا الحيطة وقالت بضحكة شريرة بما إن الصيف بدأ والعيال مقضياها محن، إحنا مجهزين لمدسكر تصوير صيفي لمدة أسبوع في الغابة عشان نلقط لقطات دمار شامل للأستاذة. نزلوا من الميكروباص وصرخوا كلهم في نفس واحد يا البحر. الجو كان دمار شامل والمكان رايق ومفيش فيه صريخ بشر شغل مصايف الناس الأكابر. الأستاذة هيوامورا كانت واقفة مبهورة وبتقول أنا بقالي قرن من الزمن ما شفتش بحر. وفجأة من ورا الظل تظهر أخت البطل الكبيرة أكيمي اللي طلعت صاحبة المصورة اللدودة كوجوري من أيام ما كانوا في ابتدائي. أبيكورا جاله هبوط حادة لما لقى أخته سحلت الواد القزم يوكيشيتا في إيدها كأنه دبدوبه مسافرة بيه، وقال في سره النادي ده اتحول لجمعية نسائية مسلحة وأنا الراجل الوحيد اللي لابس في السنبنة دي. كوجيري بصفتها رئيسة العصابة نزلت بالقرار العسكري الأول للمعسكر يا شباب إحنا عندنا تارجت،
كل واحد هيصور لقطة بعنوان أقوى صيف في المجرة، واللي صورتها هتكسب في آخر الأجازة هتاخد الحصانة. أبيكورا عيونه لمعت وقال بس كده أنا هصور الأستاذة وهي في قمة الرئة وأقدمها لها هدية عشان دي هتبقى أقوى لقطة صيف في حياتي. فجأة الجو قلب طحن شمس، والأستاذة بدأت ترفرف زي الفراخة الدايخة من كتر الحرارة، وقالت بصوت مسرسع يا جماعة أنا بشرتي فستكة وما بتستحملش، ولازم أحط صن بلوك كل 5 دقايق عشان ما أتحولش لكفتة مشوية. وبما إنها غلبانة ومش طايلة ظهرها، كوجوري صاعتها وقالت بشرتك ضعيفة يا فندم، طب وليه نجيب بنات؟ الواد أبيكورا إيده خفيفة وهيعملك مساج يحمي منطقة المخلل من الحروق. الأستاذة صدقت وقالت ببراءة معلش يا أبيكورا اتعب معايا. الواد شحنها فول تشارج وماسك لوشن الشمس وإيده بترتعش، وأول ما بدأ يدهن على ظهرها الست بدأت تطلع أصوات تشنج من السخونة، والواد انهار وقال يا فندم أنا بوزع كريم مش بعمل جريمة، اهدي شوية عشان الخوارزميات. أخته أكيمي شافت المنظر وقالت بالصيعة كريم ايه باليد يا فاشل، سيبني اوريك التكنيك الصح. وقامت واخده الصن بلوك وراحت دلقت اللوشين على رجليها، وقامت ناطه وعامله حركه نيكست ليفل، بدات تدهن ظهر الاستاذه برجليها وهي واقفه على رجل واحده. الأستاذة جيلها تشنج وعضلاتها ثابت، وهوب فقدت التوازن وقعت بكامل ثقلها فوق أبيكورا، ودخلوا في لقطة مشفرة قفلت الجدار الرابع. والواد قال في سره أنا عايز أروح لأمي حالا. دخلنا الليل والكل دخل الحمامات وطلع لابس البيجامات والجلابيب، والصدمة إن كوجوري أعلنت الكارثة يا جماعة الغرفة اللي حجزناها طلعت أوضة واحدة مشتركة للكل. أبيكورا جاله دهول وقال أنا هنام على الحصيرة بره عشان الفوضى الأخلاقية دي. بس كوجوري مسبتهوش في حاله وقالت بما ان القعده لسه ملبستش لبس الجد تعالوا نلعب لعبه الملك، اللي هيسحب رقم الملك يأمر الباقيين بأي أمر إيجوتشي صايع. يوكيشيتا سحب الملك الأول وعيونه لمعت بشر وقال لك رقم 1 ورقم 5 يلزقوا مصنع اللبن في بعض قدام الكاميرا حالا. البنات صرخوا بس نفذوا في قمة العبث، والواد قعد يصور ويقول أمال إيه اللبس الضيق بيبين التفاصيل. اللعبة بدأت تقلب مسخرة تيك توك، والواد أبيكورا طلبوا منه يحضن يوكيشيتا ويتدلع كأنه بيبي، والقعدة قلبت وشة وشة وضحك للركب. التدبير الجاد بدأ لما كوجاري وأخت البطل اتفقوا من ورا ستار إحنا لازم نخلي الواد أكي والأستاذة يعملوا لقطة العمر. سحبوا ورقة الملك المضروبة والقمر نزل رقم 1 ورقم 2 يبوسوا بعض من الباء حالا. الأستاذة وشها جاب ألوان وجالها هبوط حاد، وأبيكورا حس إن درع فليبرز هيتكسر فقام جاري وأخد الأستاذة في إيده وقفل عليهم باب الأوضة الصغيرة عشان يهربوا من المطب الجبار ده. قعدوا جوه الأوضة المهجورة والأستاذة كانت بتترعش من البرد لأن التكييف كان شغال على 16، وكوجوري كانت قفلت الباب بقفل حديد من بره عشان تخليهم يتناووا في حضن بعض. الأستاذة بدأت تكح وتعطس عطسة ضعيفة جدا وقالت لأبيكورا أنا سقعانة خالص بس متقلقش، أختك قالت لي إنك بتموت في السخونية ولازم أعمل لك وشة وشة وأطبطب على بطنك عشان تخف. أبيكورا صرخ أختي دي بتبيع لي الوهم، أنا زي الفل ومش عايزة أطبطب على بطني. قعدوا يتكلموا في الضلمة والواد سألها بنبرة واطية هو إحنا لو كنا عملنا اللقطة دي وبوسنا بعض بره كان إيه اللي هيحصل؟ الأستاذة تنحت وعيونها وسعت، وقبل ما تنطق المطر بره وقف والباب اتفتح فجأة. كوجوري وأكيمي دخلوا بكاميراتهم وصرخوا صباح الخير يا عرسان. لقطة الكبسولة البشرية طلعت دمار شامل. تاني يوم الصبح أخت البطل لبست الأستاذة فستان أبيض كلاسيكي قطني رقيق جدا. كوجوري شافتها وقالت الست دي ملاك نازل من السما، الأبيض بياكل من حتة. أبيكورا تاه في جمالها وبدأوا يمشوا في وسط الغابة والقرية المهجورة. الأستاذة كانت ماسكة الموبايل وبتحاول تصور بس من كتر التعب إيدها كانت بتهتز وصورها كلها طلعت معجنة ومغلوشة. أبيكورا قالها هاتي أساعدك، وبدأوا يصوروا مع بعض لقطات قديمة للمدرسة الابتدائية اللي هناك. وفجأة الأستاذة لمت علامة سمكة غريبة مرسومة على يافطة قديمة وقالت بهوس وحركات نيكست ليفل أبيكورا بص دي سمكة البايسبوت النادرة، صورها بسرعة. وهي بتنط من الفرحة الفستان الأبيض كان خفيف جدا ومع ضوء الشمس العاكس من ورا ظهرها كاشف عن كنوزها ومفصيل الممل. أبيكورا جاله نزيف حد وقال في سره أختي دي مش سايبالي فرصة أعيش كإنسان طبيعي، حتى اللباس المدرع ظهر. في نهاية اليوم رجعوا المعسكر ولقوا كارثة، موكوباياش اختفت في الغابة وموبايلها واقع على الأرض. الأستاذة دخلت في نوبة رعب وصوتت يا مامي الغالية اتخطفت. يوكيشيتا وقلب برود الوحش الجبار ده يتخطف، دي تلاقيها صادت الدب وقاعدة بتاكله.
أبيكورا طلع يجري يدور عليها في وسط الأشجار، وفجأة لقاها خارجة من وسط الشجر مبهدلة ومقطعة كأنها كانت في حرب عالمية. موكوبايا إيشي بصت له بنظرة غامضة وعيون بتلمع وقالت له ببرود هز كيانة: أبيكورا، انت جيت تدور عليا بنفسك، هو انت بتحبني ولا ايه؟ موكوبايا إيشي بصت في الأرض وعيونها بتلمع ورمت القنبلة: أنا مش عارفة، هو أنا بجد بحبك يا بيكورا؟ الواد جاله شحن فول تشارج وجهازه العصبي اتفرطق والتنشن بقى نيكست ليفل. البت كملت بكسوف: أصل العيال في المعسكر قعدوا يقولوا لي إني باردة معاك أنت بالذات، وإني بعمل حركات العيال بتوع ابتدائي اللي بيضايقوا كراشاتهم، وبصراحة لما جيت تدور عليا في الغابة أنا قلبي دق. أبيكورا واقف زي الفرخة الدايخة ومش فاهم حاجة، وسألها: طب سيبك من المحن ده، إيه اللي بهدلك كده وخلى لبسك متمزع كأنك طالعة من خناقة شوارع؟ البنت نفخت وقالت له: كنت ماشية مع كوجيوري وفجأة حبيت أقعد لوحدي أفكر، سرحت ولقيت نفسي في المحافظة اللي جنبنا، وتليفوني وقع مني، بس وانا ماشيه لقيت عيل صغير واقع وبيتصفى، قمت متمزعه حته من فستاني وعملت له رباط ضاغط لغايه ما الاسعاف جت، ومن الخوف قعدت اجري لغايه ما رجعت هنا. بعد ما رجعوا المدينه الواد جرى على شقه الاستاذه، واول ما فتحت له الباب جاله دهول كوني. الست كانت قشرت تماما وجسمها كله احمر دم من كتر الشمس، وواقفه بهدوم خفيفه جدا وبترتعش. قالت له بصوت طفولي: أبيكورا، أنا جسمي كله بياكلني ومش قادرة ألبس حاجة تقيلة ومكلتش من امبارح. الواد سحب سنبانة فوريه ودخل المطبخ، عمل لها شوربة سيفود دافية وقعد ياكلها في بقها كأنها عصفورة صغيرة وهي بتقول: أكل بيبي حلو قوي. لما خلصت بصلها وقال: أقدر أساعدك في حاجة تانية؟ الست بكل براءة وتفكير ضعيف من السخونية قالت: بصراحة أنا ما خدش دوش من يومين، ممكن تجيب فوطة مبلولة 100 ساعة وتمسح لي ظهري؟ أبيكورا ريقة جري وعيونه طلعت لبره: امسح ايه يا فنانة؟ انت كده هتبقى من غير درع مؤامرة خالص. الأستاذة قالت له ببرود: لا ما تقلقش، أنا حاطة بلاستر جروح على الأماكن الحساسة فكده أنا مش عريانة. الواد صرخ في سره: بلاستر ايه يا غالية؟ الخوارزميات هتقفل القناة رسمي. مسك الفوطة وإيدها بترتعش وبدأ يمسح، والست بدأت تطلع آهات من سقوعية المية لغاية ما هوب الأستاذة توازنها باظ ووقعت فوقه في وضعية كازانوفا مشفرة تماما. الواد قعد يصوت: اثبتي الله يخرب بيتك، أنا ثانوية عامة ومش حامل قضايا. بعد ما الموقف عدى بسلام الأستاذة قالت له بكسوف: أنا متشكرة، خد رقم تليفوني عشان لو احتجت مساج تاني. الواد طار من الفرحة وقال: رقم الأستاذة بقى معايا رسمي. سحقت كل المنافسين. تاني يوم الصبح بدري الباب خبط، طلعت الأستاذة بكامل طاقتها ولابسة ترنج رياضي ضيق وقالت له بنشاط: أبيكورا، يلا بينا على ساحة الميدان عشان نعمل راديو تراك وتمارين الصباح. الواد نزل معاها وهو مش قادر يفتح عينه، وأول ما الموسيقى بدأت والتمارين اشتغلت الأستاذة مع أول حركتين يمين وشمال ركبها ثابت ووقعت في الأرض بتنهج زي الكلب الهاسكي. أبيكورا قصف جبهتها: انت تعبتي من تاني حركة؟ ده العيال بتوع KG2 بيكملوا التمرين لآخر السيزون. الأستاذة وشها جاب ألوان وقالت: أنا فاشلة وما استحقش آخد ختم الامتياز اليومي. أبيكورا صعبت عليه وقرر يعمل معاها اندومي تراك خاص، قعد يعلمها الحركات حتة حتة وببطء شديد، وكل ما تعمل حركة صح وتفرد وسطها تبصله بعيون كلها إنجاز وتقول: أنا عملت حركة كاملة يا أكون. وفي آخر التمرين الأستاذة من كتر المجهود عرق 100 كامل وفستانها الرياضي لزق على جسمها وبقت بيبي بيتا وات لوك على الآخر، وبصت له وقالت: أنا عرقانة قوي يا أبيكورا. حس إني هسيح. الواد تاه في التفاصيل وقال في سره: التمارين دي هتوديني في داهية. الحبكة الدرامية الكبيرة قفلت في ختام الصيف. شلة المجانين كلها اتجمعت في المهرجان الألعاب النارية الكبير من المدينة. موكوبانياشي جت ولابسة يوكاتا صواريخ. أول ما شافت أبيكورا جريت عليه وقالت: أكون بص الفستان الجديد حلو عليا. أبيكورا تنح وقال: طلع كوزمو خالص. وفجأة الأستاذة طلت من بعيد بلبس العيد وبصت لأبيكورا بعيون مليانة كلام وتلميحات صايعة، وكوجوري رفعت الكاميرا عشان تلمح اللقطة الثلاثية الحارقة. دي كانت كل الحلقات اللي نزلت لحد دلوقتي. يا ترى أبيكورا هيختار مين في الحلقات الجديدة؟ موكوباياشي اللي بدأت تسحب سنبنة، ولا الأستاذة الضعيفة اللي بتموت في الطبطبة؟ أخبط اللايك المتين واستناني.